السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوها وتكون عجبتكم. جمعة مباركة عليكم. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد كتير 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 النهاردة عشان تحل علينا كده البركة واليسر واليمن كده في حياتنا، وبالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، افطار يوم الجمعة عند ماما حاجة كده حلوة، تاخدوا منها أفكار حلوة وجميلة. بصوا هي عملت لنا بقى حاجات حلوة. هنا كانت البطاطس دي مغرقة السوق جدا جدا جدا، صغيرة كده عاملة زي البلي. بنسلقها ونقشرها وبنعملها كده، بنشوحها بزبدة وملح وفلفل كده. بصوا الأولاد ياكلوا منها حاجة جميلة، ومنها تغيير برضو على السفرة بتاعتنا أو على الفطار بتاع يوم الجمعة. لازم فطار يوم الجمعة كده يبقى مميز. تاني حاجة كده، كان عندها كام حتة قرنبيطة. ماما بتحب تفصفصها كده صغننة، ربنا يديها الصحة والعافية يا رب ويخلي أمهاتنا جميعا. بتقطعها كده صغير وحمرتها لنا. طبعا القرنبيط لسه نازل فنفسنا برضو فيه، قالت لنا عندنا قرنبيط، يلا يا ماما حطيه على الفطار. كان طعمه جميل جدا 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 ما شاء الله. وهي ليها تتبيلة كده حلوة، بتعملها بالكاري والكركم كده والثوم، تحفة. هنا بقى كان حتة جبنة قريش مع طماطماية، وطبعا زيت الذرة. عندك زيت زيتون حطي. هنا بقى اللفت بقى خلاص، انا فتحت عليه وجبت كده كيس حلو لماما عشان تدوقه بألف هنا وشفا على قلبها وعلينا، وتكونوا طبعا جربتوه يعجبكم. وده بصل انا كنت مخلله لها غير البصل بتاعنا لسه ما فتحتش عليه، اللي احنا كنا مخلينه مع بعض عشان انتوا عارفين بياخد 15 يوم. ده بقى هي بتاعها، انا كنت مخليه قبليها باسبوع ففتحنا عليه وطعمه جميل وتحفه. كده يبقى بطاطس مدحرجة كده، اسمها بطاطس مدحرجة بالزبدة والجبنة بطماطم والبصل المخلل واللفت. هتعمل لنا بقى قرص بيت كده من ايديها الجميلة. حطيت حتة زبدة كده و قرص بيت بقى هتعمله كده. انا قلت النهارده اشارككم الفطار بتاعي وتاخدوا منه افكار حلوة للفطار بتاعكم يوم الجمعة. كده لازم يبقى فطار مميز. وطبعا كله واخد اجازة بقى اكيد طبعا يوم الجمعة، واولادنا من الدروس ومن المدارس والاجازات طبعا من الاشغال والموظفين، يبقى حاجة كده حلوة وجميلة. و على فكرة الحاجات دي برضو بتسيب ذكريات، يعني احنا برضو عايشين على الذكريات. زي ما ماما كانت بتعمل لنا مثلا البليلة الصبح لازم، او ناكل ناخد بعديها البليلة نحلي. الحاجات دي الذكريات، كونوا ذكريات كده حلوة مع اولادكم بالاكل. اه والله ماما كانت بتعمل لنا كذا، ماما كانت بتعمل لنا كذا في كل حاجه. حتى لو الاكل بوريكم كده الشكل النهائي، اللفت والقرنبيط اهو طلع، وقرص البيض. وطبعا عملت كذا واحد، بس ده اهو التاني اهو. اختي كانت بتعمل التالت، ربنا يديها الصحه والعافيه. وده كان فطارنا. ما تنسونيش بقى في اللايك وشير وكومنت حلو وتشجيع منكم.